من كام سنة كده كنت بشتغل في شركة، وصاحب الشركة دي علمني أهم درس في حياتي. كنت وقتها مخلص MBA من سنتين مثلا، وماشي على الكارير باث اللي كنت مخطط له. في الوقت ده في واحد من أعز أصحابي جات له جلطة في القلب بسبب الضغط والاسترس من الكوربريت لايف. وقتها وأنا معاه في المستشفى كنت بقول لنفسي، هل أنا هفضل حياتي كلها في نفس الضغط والاسترس ده، سواء من صاحب الشركة اللي كان بيتلذذ إنه يستنفذ اللي قدامه نفسيا بحجة إنه كده هيطلع أحسن ما عنده، لدرجة إني كنت ببقى معدي من جنب الحمام وبسمع حد بيعيط، لحد ما في يوم حصل خلاف كبير ما بيننا في الشغل، وفي نص الكلام طلعت من بقه جملة مش هنساها ابدا. قال لي، انت والناس اللي معاك تروس، لما هتصدوا او هتتعبوا هغيركم بتروس تانية. وعلى الرغم من ان ناس كتير كانت هتقول لي اقعد ودور على حاجة احسن، خصوصا ان ما كانش عندي حاجة تغطيني وقتها، بس من كتر ما الجملة فضلت ترن في دماغي، كانت الفكرة الوحيدة اللي مسيطرة على دماغي هي انه كفاية كده، وخدت القرار في نفس القعدة. وعلى الرغم من القرار ده يبان انه قرار اهوج ومتسرع، الا اني بعد كده اكتشفت انه من اكتر القرارات الصح اللي عملتها في حياتي. وده علشان دي كانت بداية اني اركز اني اشتغل في حاجة